السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد. بحب انا صراحة الفيديو اللي هو ايه منه للبوتاجاز على طول. عارفين انتوا الفيديو ده؟ المهم هنعمل ايه النهارده؟ بصوا بقى هنعمل ايه. دي مكرونة، هنعمل وايت صوص مع بعض. مكرونة وايت صوص يا جماعة، تحفة جميلة وعيالي بيحبوها جدا. عايزة اقول لكم يعني لما بعملها بعمل تقريبا كيلو يعني بياكلوها، ولو اتبقت برضو بيسخنوها وياكلوها تاني يوم وهكذا يعني. فبصراحة حلوة جدا جدا. فبصوا انا هنا جايبة كيلو مكرونة صغيرة، يعني مش عارفة افتح الكيس، فلما افتحه ان شاء الله هوريها لكم. المهم ايه، ده حجم المكرونه، مكرونه صغيره. وعايزه اقول لكم ان انا مستعجله جدا 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 وهم جعانين جدا. ناعم ناعم. ده طبعا الاستاذ عمر. فمش عارفه افتح الكيس. هنعمل ايه دلوقتي؟ هملى الكاتل الميه لاني مش هستنى الميه تغلي على تغلي على البوتاجاز. فهملى الكاتل الميه ونعملها بقى على طول، يعني مش لسه هنستنى الحاجات دي كلها. فيلا بقى بينا نملي الكاتل الميه. يلا بينا. لا 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 ليه؟ يلا بسم الله. ملينا كاتل الميه. هنعمل ايه تاني؟ مفيش، هنستنى الميه تغلي وبعد كده نرجع تاني. تعالوا بقى عقبال ما الميه تغلي هنعمل ايه. انا غيرت لكم زاويه التصوير فقولوا لي رايكم كده ايه. هعمل ايه دلوقتي؟ هقطع حوالي 3 4 حتت بانيه كده. هعملها بالفراخ. نعم 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 يا قلب ماما. نعم نعم. طب بص انت قول لهم ماما. ما علينا، سيبنا من عمر دلوقتي. المهم بصوا المكرونه اهي، بصوا صغنونه جدا حلوه. كمان بجيبها صغيره كده عشان كمان عمر يعرف ياكلها. وهقطع البانيه كمان حتت صغيره. لو المكرونه اكبر من كده شويه بقطع البانيه اكبر من كده شويه وهكذا، يعني بحاول اخلي البانيه او تقطيعه الفراخ ماشيه مع حجم المكرونه. فيلا بقى بينا نقطع المكرونه البانيه. بصوا بقى هعمل ايه دلوقتي. هقطع البانيه زي ما قلت لكم، هقطعه حتت صغيره خالص. عايزه اقول لكم والله العظيم من اسهل طرق المكرونه ومن احلى الطرق للمكرونه. يعني احنا بنعمل مكرونه بصلصه عاديه. بصوا الميه غلت اهو عشان بس ايه انجازا للوقت. يلا أوه. يلا 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 يلا. حلو قوي 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 كده. يلا نعمل ايه بقى. نفتح العين. عايزه اقول لكم اللبن لسه فاير مني، يعني كنت بعمل ايه، كنت بغلي لبن واللبن الحمد لله فار مني. نحط بقى ملح اهو. ادي الملح بس، وهسلقها في ميه وملح فقط لا غير اهو. بصوا بعمل الكيلو كله، يعني انا بعمل الكيلو كله. المهم نرجع تاني. كنت بقول لكم ايه، كنت بقول لكم يا اما احنا بنعمل المكرونه وايت صوص او مكرونه يعني بالصلصه او بشاميل او كده، يعني هي دي ايه انواع المكرونه اللي احنا بنعملها. بصوا بقى انا عايزه اوريكم تقطيعه البانيه صغننه قد ايه. بصوا يا جماعه القطع، بصوا قطع صغيره ازاي، لان طبعا المكرونه عندي صغيره. لو المكرونه اكبر شويه اقطعها اكبر شويه اهو. هقطع بقى ايه حتت البانيه دي كلها كده، وبعد كده نشوف هنكمل ازاي المكرونه بتاعتي. بصوا انا قطعت البانيه اهو، قطعته. عايزه اقول لكم الاكله دي انا بعملها في الحله والمصفى اللي هصفي فيها المكرونه. كنت رايحه اقول لكم البلكونه. بعملها في الحله والمصفى بس، يعني انا ما بتاخدش مواعين كتير. يعني الحله اهو هسلق المكرونه فيها، وبعد كده هشوح الفراخ وهكمل بقيه المكونات فيها، والمصفى اللي انا صفيت فيها او اللي انا هصفي فيها المكرونه بس كده. فما فيش اسهل من كده بصراحه. وطعمها بجد يعني جامده، وبتاكل بقى وهي سخنه. والشتاء اللي احنا فيه ده كده عايز حاجه كده سخنه كده. فبصراحه جميله جميله، من الاكلات الجميله قوي. اعملوها والله بقى كده. ندوق المكرونه شوفها ايه استوت ولا. طبعا المكرونه صغيره فمش هتاخد وقت معانا. طلعي بقى. عايزه اقول لكم ما بحبش ادوق المكرونه خالص وهي بتستوي كده. لا استوت حلو. هطفي عليها وهروح اصفيها. بسم الله.
بصوا بقى، صفيت المكرونه ماشي. دلوقتي في نفس ذات الحله تمام. هعمل ايه بقى؟ هولع كده على العين. ولعت ولعت عشان اللبن اللي وقع عليها. وبعد كده هجيب معلقه سمنه كده حلوه كده كده كده. انا ايه يعني هزود سمنه تاني تمام. بس الاول ايه، معلقه سمنه كده. خليكي هنا مش لازم نقفلك، انا عارفه انك بتطلعي عيني. وتسخن بقى الحله. فهنزل بالفراخ هديها تشويحه كده حلوه كده. وبعد من غير اي حاجه، من غير بصل، من غير اي حاجه، انا بعملها كده تمام. عشان طبعا انا بتلكك اصلا، هي اصلا بيطلع طعمها جميل وبتلكك. لو طلعت بتتعمل بالبصل برضو مش هعملها، انا لسه هعمل بصل. دلوقتي بقى العيله سخنت معانا، هنزل بالبانيه اللي انا قطعته اهو. بصوا يا جماعه، كميات البانيه براحتكم خالص. عارفين عارفين اللي هي الحتت اللي بتبقى تخينه في البانيه دي؟ ليها اسم كده، بس والله انا كنت عارفاه يعني، بس هو انا نسياه دلوقتي. ليها اسم كده الحتت دي بقى. لما اجي بعمل بانيه انا بشيل الحتت اللي هي التخينه دي كده، وبجمعها في كيس وبعمل بيها كده. بس انا بصراحه مش عندي يعني خلصان، لان انا كنت عامله لسه من قريب اصلا المكرونه فاستخدمتهم فيها. انما ده لا، بانيه عادي طلعته، خدت برده منه الحتت التخينه وقطعتها عشان خاطر اعملها للمكرونه. هشوح بقى البانيه كده، واحط له بس ايه شويه فلفل اسود. اهو شويه فلفل اسود حلوين. واحط ايه تاني؟ احط ايه تاني؟ احط شويه بهارات. وخلاص كده هشوح بقى البانيه تشويحه حلوه. وبعد كده هنقله بصوا خلاص البانيه شوح معايا، ما بياخدش وقت، ما بياخدش وقت تمام. بعد كده هطلعه بقى دلوقتي، اشيله من الحله اهو. عايزه اقول لكم، عايزه اوطي عليها، عماله ايه شغاله طرطشه عليا. هعمل ايه بقى؟ هجيب السمنه تاني واحط بقى كده كام، معلقتين كده او 3 كده من السمنه. هنعمل بقى دلوقتي ايه؟ هنعمل البشاميل تمام. بس بصوا بقى، عايزه اقول لكم حاجه. الخطوه الاهم والطعم اللي هيغير المكرونه دي من انها تبقى مكرونه بشاميل متقلبه كده عادي، يعني بقى منك حبه بشاميل قلبتيهم في مكرونه كده وديتيهم عليك ياكلوها، من انها تتحول من كده لوايت صوص. ايه هو بقى؟ التوم يا جماعه، التوم. الخطوه دي بقى انا هحط هنا بقى ايه؟ نعم يا قلبي نعم. بصوا بقى، احط هنا معلقه توم كده، ايه، معلقه حلوه كده من التوم اهو. بصوا، معلقه حلوه كده من التوم. عايزه اقول لكم بقى، دي بقى ايه اللي هتغير طعم المكرونه خالص، من انها تبقى مكرونه متقلب فيها بشاميل او مكرونه بالبشاميل عادي، الى انها تبقى الوايت صوص تمام. التوم يا جماعه اهو. بصوا بقى، التوم يا دوبك ريحته تطلع، ريحه التوم تطلع بس. هعمل ايه؟ عايزه اقول لكم، استنوا بس، العلبه بتاعت الدقيق كانت خلاص فضيت، فجبت تاني بس ما فضيتوش بصراحه في العلبه. فهعمل ايه بقى دلوقتي؟ ولعت تاني على البوتاجاز اهو. احط بقى، بصوا يعني ايه بقى، كل ما بتزودي البشاميل بصراحه فيها بتبقى حلوه. حطيت 1 2، بس بصوا المعالق كبيره، 3، يعني 4 كده، بس 4 معالق ايه مليانين محترمين كده تمام. هرجع بقى اعلي على النار عادي، وهشوح بقى الدقيق. من هنا بقى الريحه بقى تختلف تماما. بصوا بقى، شوح بقى الدقيق كده فيها. بصوا خلاص هي كده
قلبت وايت صوص. خلاص خلاص. يا عيني على الجمال والريح، يا عيني على الريح. هنا بقى هننزل باللبن. هنزل بقى باللبن اهو. تمام. اجيب بقى مضرب كده. خلاص بقى كده بقى يعني كده بقى البشاميل العادي بتاعنا خالص، بس طبعا الطعم مختلف تماما. عايزه بقى تحطي كريمه حطي كريمه. تمام اهو. عايزه تعمليها بلبن بس اعمليها بلبن بس للامانه انا عملتها مره بالكريمه وثلاث اربع خمس 10 مرات باللبن. لما فاكرين لما كنت عامله شوربه السي فود كنت جايبه علبه كريمه فكان الباقي منها حبه، فبصراحه عملت الوايت صوص وحطيتهم عليها مع اللبن، والله ما فرقت بطعمها من غير الكريمه. بس يعني ادي كل حاجه وقتها. شوحي الفراخ بوقتها كده، اديها وقتها. اعملي البشاميل كده بمزاج كده رايق، والله العظيم هتطلع طعمها تحفه ومش هتحتاج اي كريمه خالص منك. اهو بصي بقى، بصوا البشاميل، بصوا بيبقى كده سلس كده. الله الله. تمام. هقلب بقى كده البشاميل وهجيب مكعب مرق وهحطه، لان خلاص هو طعم البشاميل بتاعنا اتغير، هو مبقاش بشاميل خلاص. فانا بعمل مكرونه بشاميل عادي ما بحطش عليها مرقه، انما الطعم بقى لما اتغير فهجيب بقى مكعب مرق واحطها عليها. جبت بقى مكعب مرق اهو. احط بقى ايه عليها كده ايه. بصوا بصراحه ما بحطوش كله، يعني انا بحط نصه بس، فكل واحد بقى زي ما يحب. انا بحط نصه بس وهقلب بقى كده. تمام. ونجيب معلقه ندوق نشوف الملح بتاعه ايه اخباره. بسم الله. اخي عايز ملح طبعا، بس الطعم يا جماعه ايه ده، الطعم جامد، طعم رهيب بصراحه. مفتوحه من ناحيتين ليه؟ خليكي ناحيه واحده بس اهو. بصوا بقى يا جماعه، بصوا قوام البشاميل، بصوا شايفين اهو، لا تقيل ولا خفيف. بصوا شايفين ليه بقى؟ لان لسه هنحط المكرونه، والمكرونه دي هتشرب من الصوص اللي احنا عاملينه. بس الاول هعمل ايه؟ همسك الفراخ هرجعها تاني اهو بكله ببهارزها بكل حاجه نزلت منها اهو. تمام. وامسك بقى ايه، هقلبها كده، هقلب الفراخ كده، وبعد كده هنزل بالمكرونه. مش هنزل بكميه المكرونه كلها، لان لما بعد ما سلقتها لقيتها ما شاء الله ادت كميه زياده، فهنزل بكميه على قد البشاميل بس. ثواني يا عمر، ثواني يا عمر. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي كده بسم الله، يعني حبه حبه كده بالراحه عشان ما تنزلش تطرطش وتبهدلني اهو اهو. بسم الله. عايزه اقول لكم ده اكتر حجم انا بحبه للوايت صوص، الحجم الصغير ده بحبها اكتر من القلم. وما جربتهاش بصراحه بالاسباجيتي يا جماعه. حاضر حاضر. يا ناس، يا صغنن، خد خد الله. بصوا بقى، ده انا هوريكم دلوقتي، هقرب لكم الصوره دلوقتي واوريكم. اوف اوف على الجمال بجد، والله العظيم تحفه. استنوا كده يا ولاد، هنزود مكرونه تاني، هزود مكرونه تاني. استنوا. نعم حاضر. لا لا اوعي تقعي كلك تعملي معايا مقلب كده وتقعي اهو اهو اهو. مش مشكله، بس انا عايزاها تبقى مظبوطه. نعم حاضر 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 والله. خلاص ما تزعلي. يلا بقى من نظره كده عن قرب. شايفين يا جماعه؟ شايفين ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده بجد؟ والله العظيم تحفه، عظمه بجد. يلا بقى نغرف طبق كده وندوق بقى طعمها. نغرف بقى ايه طبق كده بقى. الله بجد الله. حاضر حاضر. خلاص يا عمر، عمر يعني غضبان. هدوقك انت اول واحد. بصوا بقى اهو اهو. بس شايفين يا جماعه؟ الله. يلا بقى بينا ندوق بقى ونشوف بقى طعمها يبقى عامل ازاي. يلا بقى بينا يا جماعه كده نقول بسم الله كده بقى ايه، ندوق المكرونه بتاعتنا. بصوا شايفين؟
بسم الله، تحفه تحفه. كمان حظي حته فرخه اهي كمان على الوش، بسم الله. اقسم بالله رهيبه، تحفه، حلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم احنا كمان يعني بطلنا نعمل المكرونه الحمراء دي بجد، لما نكون عايزين مكرونه فبنعمل الوايت صوص. يلا بقى خلاص، خد يا عمر، خد اهو. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم، بجد والله العظيم طعمها تحفه قوي، وبالهنا والشفا. يلا بقى عشان نروح ناكل بسرعه لان عمر مش صابر. يلا باي باي باي.